كيف بدي أخلي أطفالي يناموا بساعة معينة كل يوم؟ كيف أتعامل مع الدلال المفرط اللي بيحصلوا عليه عند رصيدهن وستهن؟ وإنت أنا لازم أخذ القرار وإنت بنفع أعطيهن احتمالات للاختيار؟ عن أهمية وضع حدود لأطفالنا اليوم في برنامجنا شؤون عائلية. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع الطفولة المبكرة ووضع حدود للأولاد. دائما بنسمع بيقولوا للأهالي حطوا حدود. ليش مهمنا إن نحط حدود للأولاد وشو يعني إن نحط حدود؟ اوكي، شوفي عرين، سؤالك جدا مهم حسب رايي. وضع حدود بالنسبه لنا احنا كاهل هو اول إشي بيثبت انه احنا بالفعل مكانتنا كاهل ومش كصديق بالنسبه للولد او اي حدا تاني من الاخر. بيثبت اول إشي بالاول وبالاخير مكاننا كاهل بالنسبه للولد. تاني إشي انه انا لما احط حدود لابني ان كان بشكل اللي هو جدا فعلي امنعه من المخاطر، وان كان بشكل اكبر اللي هو عاطفي واجتماعي شو مسموح وشو لا. يعني اللي عم تحكيه انه هذا إشي كتير منيح، واذا انا بحطش حدود لابني ابني بفقد الشعور بالامان. احنا عم نحكي طبعا بموضوع الطفوله المبكره، بس بدي اعرف من ناحيه الجيل الطفوله المبكره هي من اي جيل لاي جيل؟ بتبلش من الولاده لجيل 6 سنين تقريبا. وانت لازم نحط حدود من اي جيل بنبلش؟ الحدود فيش جيل معين اللي انا ببلش احط له حدود للولد. الاشي مسار من ما الولد يكون في عنده حاجه اساسيه وهو صغير ويبلش يبكي عليها بده هاي الحاجه وانا اتاخر عليه دقيقه، ببلش عنده مفهوم الحدود تبلش من هذا الجيل. فالحدود إن انحطت بطريقة اللي هي كثير متفهمة للولد ولاحتياجاته تأثيرها بيكون جدا إيجابي على شخصية الولد. هون أنا كثير بنصح الأهل إنه لما بحسوا صعوبة معينة بالتعامل مع أبنائهن بوضع حدود، بفهم الحالة اللي عم بمر فيها ابنهن، ما يتوانوش على التوجه، لأنه مثل ما قالت إذا إحنا عم نغلط بهالفترة في مجال بعد إنه نصلح، ولا مرة الوقت متأخر على إنه إحنا نصلح المسار اللي إحنا ماشيين فيه كأهل. وهنا ضروري جدا بالفعل إنه إحنا نتوجه ونتلقى استشارة، مش غلط ومش عيب، وبالعكس لهذا الإشي بيجي لمصلحة أبنائنا بالأول وبالأخير. يعني هيك بس كتلخيص صغير إنه لازم نحط حدود، بس كمان مع تفهم احتواء الولد ومع تشجيع له عشان يتصرف بشكل صح في الآخر. شكرا كثير لكم. بهيك انتهت حلقتنا، وبنلتقي فيكم بحلقة جديدة من شؤون عائلية الأسبوع الجاي.